الموقع الآخر بالله. شوف الجبل. والله أنا الحين ماني مصدوم إني في جدة لسه. يا الله شوف كيف أزارير وسط الدركسون. أخيرا شفت حق الكبس. الله مرة قريبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحتم ومسيتم بالخير. بارك الله. وزي على آخر شرطة تقريبا. المعلومية من يوم ما أخذت عبيتها مرة واحدة فل 95. أنا أبغى أوصل لين آخر شيء زي يوم عبيت آخر مرة. ليش؟ أبغى أشوف الأخضر يفرق بالأحمر ولا بالفردين فرق واضح. عموما أعبي أحمر كذا بس إنه في أماكن ما حصل فيها. طبعا إن شاء الله بسوي مقطع لأنه كثير قالوا لي ليش اشتريت فورد تحديدا، ليش اشتريت بوليسي، ليش ما اشتريت عادي. طبعا لو جاني فرد عادي ما اشتريت للأمانة، اشتريت بوليسي تحديدا لأني أبغى بوليسي. فبتكلم عن النقاط هذه كاملة ليش اخترت بوليسي. أنا ما أدري ليش يشطح فجأة، كان موضوع ثاني. على العموم الحين راضي بصرفية السيارة البنزين أتم الرضا، لأن أصلا متعود على 8 سلندر المعدل بعد يعني مو الوكالة. فالآن أنا مرة مبسوط على صرفية المحرك على 8 سلندر 4.6 حتى الآن. بس حاب أوجه رسالة اللي يرمي الزبالة وسط الربيع والطبيعة هذه. أنتم سبب دمار هذه الطبيعة. يعني ممكن السنة الجاية نحصل هي الصحراء قاحلة مو خضار زي كذا. فلا تكون زبالة وترمي زبالتك يا زبالة. انت جيت استمتعت في المكان وجلست في غيرك بيجي يجلس ولا انت بتيجي تجلس. المشكلة انه يجي يجلس نفس المكان بس موقع اخر ويرمي زبالته الزبالة. فوالله شيء يغبن. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. طبعا الان الربيع بيستمر فترة طويلة وظاهر لين الشتاء. فاللي قريب هنا طبعا هذا وين الموقع في جدة المعلومية، وفي مواقع ثانية بس ما راح اذكرها. تيجي تشاليح وما تاكل ما يعتبر اكل. طبعا جاد احمد لكن ما لقيته، شكله ما داوم اليوم. فنكمل على المكبس. شوفوا هذا الكدلة كيف داخليته نظيفة. شايفين المراتب ولا هذا الفان حق التهريب حق الافلام. شوفوا برضو الفولفو ذيك القديمة. يا اخي في سيارات ولا الرينو. هذا الرينو من اجمل السيارات اللي انا اشوفها. الرينو هذه الصغيرة تيجي منها فئة رياضية، ما ادري هذه هي ولا لا، لكن تيجي سيارة قوية جدا. طيب خلنا نشوف. طبعا اليوم شكله ما في صيدات. ذيك اللي داخل شايفينه. كراسيد ايش الجنوط هذه يا رائد كراسيد. والله ما في شيء هنا هذه الجهة. اللي بدخل داخل. زمان كنت ما اخبرهم يطلعوا الضفاير، الحين صاروا يطلعوا الضفاير ريال ما يبقوا. شوف الشبح هذا سيوجي سكوبي أرباقات. الله يا الكرام صراحة تقطيع. طيب باقي فيها قطع الله ما يتفاهم. يومينة حمراء. أنا للحين ما حصلت مرادي. شوفوا اللينكولن الحين ما نزلت من السيارة، ما حصلت اللي أبغاه باقي. بس هذه تمر من جنب تطيح فوقك لأن أم البلكة صدق. الله مرة قريبة. هذا موقع المكبس القديم. شايفين كيف صار ساحة خلا. الظاهر لو أدخل جوا أحصل قطع كثيرة لأنه خلاص عزلوا. طبعا احنا متوجهين حاليا المكبس الثاني. شوف هل يوجد علم ولا لا. الله ما شاء الله تبارك الله. ودك تكشت. ما هي في مكابس كثيرة. شوف كيف الله هذا
تعدى الكوخ على هذه الطبيعة اللي هنا، والله كأنك عايش في أوروبا. كيف جوا الأرضية، لا إله إلا الله. هذه جدة. شوف الفلنش اللي يدور الفلنش على انه قطع نادرة. نهاية السيارة تشوف الفورد هذه آخرها تصبح قطعة من الحديد. يو أخيرا شفت حق الكبس. لا على الطبيعة يا حبيبي، هذه من زمان ودي أشوفها اللي تكبس، بس ما في شغل الحين، ما في كبس. طب اكبس الفورد، خلونا نصور في المقطع. شوف كيف تصير السيارات، كبسوها كبس يا اخوان. في جدة في التشاليح متأكدين. شوف الجبال هناك، يا الله. شوفوا جبال كلها خضرة، ممكن الوان الايفون ما توضح، كل الجبال خضرة بس بالعين واضح اللون. شوفوا هنا الاسطبات، اسطبات الفوردات، اسطبات مرسيدس. والله في جوا شاص قديم. الجاموس كالمعتاد، جاموس في كل مكان. والله خلينا ننزل نشوف، ممكن في مسجل، لو في مسجل باخذه على طول. ماشي مبدل المسجل. مسجل سعر السوقي ممتاز، تاخذه من هنا ب50 تبيعه ب400 ب500 ريال. شوفوا الشاص اللي هناك، في بس خفايف مرات تشريح. صابونة، الله يا التخشيبة. حتى الظاهر هذه ما هي صابونة، يمكن بيوك أو بنتياك. شوف اللي في السقف فوق، كمان الغدر. بيوك زي ما توقعت، مو صابونة، لأن شفت فتحة السقف هذه، شوف الفتحة كيف، يا الله. خلي بس أوخر زي كذا. شيخ التميز يا شيخ. هذه الفتحة جت في البيوك، طالع كيف، فتحة سقف على موديل قديم صابونة. أيوة 95 الحمد لله، إن شاء الله ماكينتها موجودة. بس هذا الفورد المليح طبعا صاروا يشلحوا كل شيء من السيارات. هذا مو صاحي، هذا اعطاني سعر فلكي. كنت باخذ القرب لنفس الصابون الفرشة، ودي ابدلها حتى لو ما يدفع الزبون فلوس عليها، بس يلا. شوفوا هذا الدفرنسين جيمس، شوفوا الجيب والله لونه مميز. هذا لو يجدد على لونه يا لطيف. طبعا في اماكن كثيرة ثانية تشاليح. صح انه هذا رفض يعطيني بسعر كويس، لكن اسحب عليه بروح لغيره. لا تحاول تاخذ القطعة حتى لو انك تبغاها. هنا حق المكابس من كثر ما يشوف الناس يقول له السعر الفلاني، يقول خلاص جيب فك، يعني يحفر ما اشتريه بسعره الا السعر اللي انا اذكره له. يا اخي بعض العالم كيف توقف كذا، يحشرك حق الدقة بالفورد كذا الحين تخليه يوقف زي الناس. التشليح كله ربع شاصات قديمة 2006 وتحت، والجيوب كذلك. شوف الجيوب كم مرصوصة رص. هذه الجيوب بعضهم يتعب لين يدورها، موجودة هنا في المكبس. في سيارة نادرة جوا، شوفوا أولدزموبيل. هذا التشليح شكله فيه نوادر. هنا اللي لقينا فيه الرينو النادرة. شوفوا هذه بعد السيارة الصغيرة ذي مدري ايش اسمها. هذه السيارة من نوادر ما قد شفتها. شوفوا ديتسن.
77 مراتب جلد، مراتب جلد والله، مدري حق خالتها ولا لا، بس هذه لفتت نظري، هذه لفتت نظري مرة السيارة. يا الله شوف كيف أزارير وصل الدركسون، التطور يا رجل، هي شكلها متطورة من برا كأنها فضائية. شوف يا لطيف، شوف الفليشر تصميمها جدا جميل. اللي يعرف اسم السيارة يكتب لي تحت، مكتوب هو هنا أصلا بس والله جميلة بشكل يا أخي تعجبني السيارات. شوف الباترول، شوف برضه عندكم الأولدزموبيل، وهذه الكريلا، هذه بعد من النوادر بس محروقة. الأولدزموبيل يا الله، جميلة سيارات يا أخي القديمة تحسها من الداخل مقفلة من الداخل. السيارات القديمة جميلة بتصميمها. هنا اللي كانت ورث اللي في المقطع اللي راح صورته في الشكاريب ما لقيتها، ما هي موجودة، شكل واحد جاء شالها راح سواها بمشروع، ولا صاحب التشليح خباها، والله ما ادري. طبعا اشوف كذا وصنعت المقطع، فما في شيء يستاهل في مرة. في سيارات بس زي اللي صورناه قبل شوي، يعني ممكن اندر سيارات لقيناها، ما في شيء يستاهل هذه الفترة. ممكن مع السيول ومع البلاوي بعد فترة تطلع سيارات تجي المكبس، سيارات كثيرة ممكن، لكن حاليا انا اشوف ما في شيء يستاهل. تشاليح حتى قطع ابغاها ما لقيتها. فزبدة لا تنسون، انا بشوف اخر مكان هناك وبعدها خلاص بمشي. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والكومنت. اشوفكم مقطع جاي، السلام عليكم.